هل تعرف ان في حاجة قد كده ممكن تمشيك من روسيا خالص؟ ومش كده وبس، ده ممكن تكسر لك الفيزا بتاعتك 5 سنين ما تعرفش ترجع فيها روسيا. لو انت طالب، لو انت حد بيشتغل، لو انت اي حاجة هنا، فديت بالنسبة لك مشكلة كبيرة جدا وطبعا مصيرك. طب هي ايه الحاجة ديت وازاي الحاجة دي هتفرق معانا لو احنا في روسيا؟ الحاجة هي الإقامة باختصار المكان اللي انت عايش فيه. يعني قصدك المكان اللي انا مأجره شقة هوستل مش عارف ايه كلام من ده ولا ايه؟ هو بص، مش بالظبط المكان اللي انت عايش فيه، بس المكان اللي انت عايش فيه. طب انا كده اتلخبطت، ايه الفكره؟ يعني بصوا يا جماعه، باختصار انا نقلت في شقه، فالمكان اللي انا عايش فيه الشقه، فصاحب الشقه هيعمل لي اقامه ان انا عايش في الشقه، يعني حاجه باثبات في الدوله ان انا عايش في المكان الفلاني، عشان لا قدر الله لو حصل حاجه ولا بتاع يعرفوا يجيبوك. برضو لما بننقل من مدينه لمدينه ونروح مثلا ننزل على هوستل فندق الخ، يعني فبرضو بنعمل اقامه لكذا يوم او لكذا اسبوع الخ، عشان يثبت ان انت عايش في المكان الفلاني. ولو لا قدر الله رحنا مستشفى وبيتنا فيها يوم او يومين، المستشفى تلقائي بتعمل لك اقامه ان انت كنت في المستشفى من يوم كذا ليوم كذا. هو انا ممكن يكون عندي اقامتين او 3، يعني اقامه هنا واقامه هناك في كذا مكان مختلفين. هو بص، انت لازم يكون معاك اقامه واحده. يعني انا دلوقتي عايش في شقه وعامل اقامه لكمان شهر، يعني مثلا عامل اقامه تخلص يوم 1/6 مثلا، فانا دلوقتي النهارده يوم كام؟ 20/5، واقامتي هتخلص 1/6 فندق الخ، وعملت اقامه جديده، يبقى الاقامه القديمه هتتلغى. يعني انت ليك اقامه واحده بس، اللي هو الاقامه القديمه كلها هتتلغى ويبقى عندك اقامه جديده. ولو الاقامه بتاعتك قبل ما تخلص وعايز تروح تعمل اقامه في مكان تاني، عادي مفيش اي مانع، ممكن عادي خالص. طب هو ايه بقى الموضوع ان انت تترحل والكلام ده؟ الفتره دي يا شباب مشددين على موضوع الاقامات، حتى لما نروح نعمل تحاليل، نعمل حاجات من ديت، نعمل بصمات اللي هي ورقه البصمات ديت، حاجات كتير قوي بنعملها تبع الحكومه، لازم يكون معاك اقامه، لازم يكون معاك اقامه. ولو شافوك انت مثلا ما عملتش اقامه في شهر او شهرين او 3 الخ يعني فاتوا، او ممكن من سنه ما عملتش اقامه مثلا من شهر او شهرين، هيقول لك هتدفع بروتوكول، تدفع فلوس ويتعمل لك بروتوكول، ولو جمعت كذا بروتوكول هيحصل لك مشكله، فانت في غنى عن الموضوع ده. طب هم ازاي يعرفوا اصلا ان انا كنت مثلا مش عندي اقامه من شهر كذا لشهر كذا؟ ازاي بيتعرف؟ هو انت لما تروح تعمل اي حاجه تبع الحكومه، البصمات او التحاليل او تعمل اقامه في شقه الخ يعني، فهينادوك في مركز الشرطه يقول لك انت ما عملتش اقامه من شهر كذا لشهر كذا لمده شهر، شهرين، 3 اسابيع الخ يعني. طب ايه السبب؟ ليه ما عملتش اقامه؟ فانت هتوضح ليه ما عملتش اقامه. لو فعلا ما كانش عندك سبب معين ما عملتش بيه اقامه، فهيتعمل لك بروتوكول وتدفع فلوس، والفلوس دي بتكون في الغالب من 1000 2000 3000 روبل يعني. بس مش المشكله الفلوس، مشكله البروتوكول اللي انت هتوقعه. كذا بروتوكول يحصل لك مشكله زي ما قلت لك. شباب بس ما تنسوش اللايك على الفيديو، وعايزين نكتر اللايكات ونحاول نوصل بالفيديو دوت لفوق ان شاء الله، والقناه بقى تكبر ونوصل حاجه عاليه. فالنصيحه باختصار كده ان انت ما تقعدش من غير اقامه، اوعى تقعد من غير اقامه، علشان حرفيا في الفتره ديت الموضوع يعني مركزين عليه اوفر يعني، فبلاش هتحط نفسك في موقف مش حلو. حتى مثلا لو ما عملتش اقامه من شهر او شهرين وكبرت دماغك ما حدش يناديك دلوقتي، ممكن ينادوك بعد كده فيحصل لك مشكله بعد كده، فما تدخلش نفسك في الحوارات دي كلها. ويا شباب لو حد عايش في فولجراد وعاوزني اساعده في موضوع الاقامه وكلام من ده، ابعت لي على الانستجرام باشا روسي وان شاء الله هساعدك، بس في مدينه فولجراد بس. وبس ده كان الفيديو، شكرا على المشاهده، ما تنسوش اللايك والشير، وقولوا لي بقى عايزين ايه في الفيديوهات الجايه وبس.